هو ليه ممكن انا وشخص ما مثلا نتعرض لنفس الموقف ونفس الحدث، بس كل واحد فينا يكون عنده شعور مختلف؟ يعني مثلا انا وصاحبي واقفين منتظرين صاحبنا التالت، كان معانا ميعاد، فصاحبنا ده اتأخر علينا، فانا اتضايقت وصاحبي التاني ما اتضايقش وكان عادي. الفكرة هنا مش في الحدث، الفكرة في طريقة تفسيرنا وإدراكنا للحدث. في العلاج المعرفي السلوكي بيبنى على إن اللي بيسيطر على المشاعر ليس الحدث الخارجي، ولكن هو طريقة تفسيرك وإدراكك للحدث الخارجي. يعني في موقف اللي احنا قلنا عليه بتاع الاتنين صحابه منتظرين صاحبهم، واحد فيهم اللي اتضايق ده فسر إن صاحبهم ده مستهتر، ما بيقول مش قد كلمته، لما قال ميعاد ما جاش فيه، هو شخص مش بيقدرنا فاتضايق. على عكس الشخص التاني ان شاف لا، ان هو ممكن يكون اتعرض لظروف، حصلت مشكله، الدنيا زحمه، فعشان كده اتاخر فما اتضايقش. الاتنين اتعرضوا لنفس الحدث الخارجي، وهو ان صاحبهم اتاخر عليهم، بس كل واحد فيهم كان ليه طريقه تفسير وادراك للحدث ده، فبالتالي خلى شعوره يتبع الادراك ده. فاللي بيتحكم في الشعور ويسيطر عليه ليس الحدث الخارجي، ولكن طريقة تفسيرك إدراكك للحدث ده. فعلشان كده دايما لما تتعرض لأي حدث ادي نفسك مساحة 3-4 ثواني تفكر في الحدث ده بحيث تدركه صح، فبالتالي تطلق المشاعر اللي صح، فما تضايقش نفسك. ده كان ببساطة إجابتنا على سؤال إزاي إن اتنين يتعرضوا لنفس الحدث وكل واحد فيهم يكون عنده شعور مختلف. أنا هنا في مساحة نفسية بقدم محتوى يومي عن الصحة النفسية وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الآخرين. فلو انت مهتم انك تعلي من صحتك النفسية يبقى لازم تعمل فولو للصفحة دي وتشوف فيديوهاتنا اللي فاتت، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وتشيره لأكبر عدد ممكن من الناس علشان تساعدنا على الانتشار. وافتكر دايما ان في مساحة نفسية بنقول لك استمتع بوقتك يا صديقي.